يا أهلا وسهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة. النهاردة كلام كبير والإعلانات الرسمية بدأت تظهر، والأنظار كلها اتجهت لقناة أون اللي أعلنت رسميا عن مفاجأة موسم دراما رمضان 2026 الجديدة تحت عنوان مسلسل علي كلاي. النهاردة مش مجرد خبر، وهنفك شفرات القصة وهقول لك كمان مين الأبطال اللي هيشاركونا الملحمة ديت. فقبل ما نبدأ انزل دلوقتي دعمنا باللايك المتين واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. رمضان أهلا مرحبا رمضان. زي ما احنا شايفين في البرومو يا جماعة، أحمد عوضي داخل التحدي وهو فورمة ملاك أو لاعب ملاكمة. واضح هنا إن اللعبة مش مجرد رياضة، وواضح إن الملاكمة هتكون هي الخط الأساسي والمحرك لكل الأحداث. تعال أقولك معلومة مهمة، إن العوضي بيجسد شخصية شاب اسمه علي الجوهري، وبنشوفه في منافسة شرسة جدا داخل الحلبة. واضح ان الصراع اللي هيتلعب مش بس بدني، ده واضح انه صراع حياة او موت. تعالوا دلوقتي بقى نغوص في قصة مسلسل علي كلاي اللي هتحرك مشاعرنا. تعال اقولك ان علي الجوهري مش مجرد ملاكم، ده شاب وراه تاريخ. حكاية المسلسل بتبدأ من طفل قوي البنية اتربى في دار ايتام، ولحد ما جه اليوم اللي يتبناه فيه المعلم سلطان الجوهري. وهنا بتبدأ الفجوة والصراع، مشاعر الحقد والغيرة بتتحرك. المفاجأة بقى إن المعلم سلطان الجوهري بيفضل علي على ولاده الحقيقيين بسبب قوته وإخلاصه، وده طبعا بيخلق صراعات داخلية قوية جدا. وتعال أقول لك إن ده طبعا خلق صراعات داخلية جوه البيت قبل براه. واوعى تطلع بره الفيديو لأن في لغز كبير جدا في المسلسل، وعشان الدراما تكمل معانا ونطلع مستريحين بيظهر معانا خلال أحداث المسلسل إن أم علي كلاي مش أمه الحقيقية. اللغز والحبكة الدرامية في المسلسل هي الأم الحقيقية لعلي كلاي. تعال أقول لك إن التسريبات والبرومو بيلمحوا إن الأم الحقيقية هتجسدها الفنان صفا، لكن اللي هتربي علي الجوهري وتكبره هي الفنانة انتصار. تخيلوا بقى الصدام اللي هيحصل في نهاية المسلسل لما الحقائق كلها تتكشف. تعال أقول لك دلوقتي إن المسلسل من إخراج المبدع محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان، والثنائي ده تعودنا منهم على نجاحات كبيرة. واضح إن المسلسل ده هيكون من أنجح مسلسلات رمضان السنة دي، وإن القصة هتلعب دور كبير في الموضوع ده. القصة اللي انت سمعتها دلوقتي بتأكد اننا قدام دراما شعبية من الطراز الرفيع، فيها اكشن حقيقي ومنافسات مش هتقدر تغمض عينك قدامها. مسلسل علي كلاي مش بس بيعتمد على نجومية العوض، احنا معانا يا باشا كتيبة مرعبة من الفنانين على رؤوسهم الفنان عصام السقا، واللي بيقوم بدور الصديق المقرب لعلي كلاي. وتعالى اقول لك كمان ان هيكون معانا الفنان طارق الدسوقي، والفنان طارق الدسوقي هيلعب دور المعلم سلطان الجوهري. ما تطلعش بره الفيديو وتعالى اصدمك بعدد من النجوم انت ما تخيلتش ان هم هيكونوا معانا في المسلسل. الواضح معانا ان القائمة بتضم نجوم كبار كتير زي يارا السكري، دينا، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، انتصار، محمود البزاوي. ومعانا تشكيلة تانية قوية جدا هيشاركوا معانا في المسلسل زي سارة بركة وسنيتيا خليفة. تعال اقول لك دلوقتي ان مسلسل علي كلاي مش مجرد مسلسل اكشن. علي كلاي دراما شعبية إنسانية فيها حب وخيانة ورحلة صعود من الصفر ومخاطرة حقيقية. تعال أقولك دلوقتي إن المسلسل هيتعرض رسميا على قناة أون في رمضان 2026. أنا شخصيا متحمس جدا، وانتوا قولولي رأيكم في التعليقات. هل علي الجوهري هيقدر يواجه عائلة سلطان الجوهري، ولا الملاكمة هتكون نهايته؟ وسواء انت عارف الإجابة أو مش عارف، شارك رأيك في التعليقات. مستني رأيكم، ما تنساش اللايك، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.